الراجل ده خبى 500 سبيكة ذهب في حوض السمك بتاعه، وقعد 8 سنين يمثل إنه بيربي سمك، وما قدرش يطلع ولا سبيكة واحدة. من 8 سنين هو وصاحبه حفروا نفق لحد خزنة القائد وسرقوا منها ال 500 سبيكة ذهب، وبعدها خباهم في حوض السمك. ولما حب يستولي على الذهب كله لوحده اتخلص من صاحبه. عدى 8 سنين والقائد ما بطلش يدور على الذهب، وده كان مخلي جاك على أعصابه. كل اللي يقدر يعمله إنه يحرس الذهب جوه الحوض، لحد ما في يوم واحد من أعوان القائد دعا جاك يجي على قسم الشرطة. جاك سأل ليه، بس الراجل ما ردش بحاجة. جاك كان حاسس بذنب رهيب لكن ما قدرش يرفض يروح. وهو في الطريق للقسم دماغه كانت شغالة، أكيد اكتشفوا حكاية الذهب، بس فكر صاحبي مات من زمان، مستحيل يلاقوا دليل، وأنا ما طلعتش الذهب أصلا. قلبه كان بيخبط من التوتر لحد ما وصل للقائد. القائد قال له من 8 سنين الذهب بتاعي ال 500 سبيكة اتسرقوا، وقتها قابلتك عند بوابة المدينة. جاك قال أيوة فاكر، كنت رايح أشتري بضاعة. الحمد لله. جاك هدي نفسه وما وقعش في فخ القائد، بالعكس كمل الكلام بطريقة ذكية جدا. جاك كان شاطر وفاهم هو بيقول إيه. القائد ما قدرش يثبت حاجة فاضطر يسيبه يدخل بيته، بس أول ما جاك فتح بقه عشان يتكلم قطعة حرير وقعت على وشه. القائد انفعل واتهم جاك إن الحرير اللي بيبيعه مغشوش. جاك أول ما سمع كده اتنفس الصعداء، كان فاكر إنهم اكتشفوا الذهب. بسرعة قال للقائد أنا ههدي الحرير ده كله لمراتك، وكمان هرجع لك فلوس البضاعة. القائد استغرب من العرض واتلخبط شوية. جاك كمل وقال الحرير ده مش مزيف، ده معمول بأحدث الماكينات ونادر جدا في السوق. مش غريب إن مراتك تختاره، عينها حلوة فعلا. جاك خرج من المواجهة دي سليم من غير ما حد يشك لحظة في اللي مخبيه.